انت ليه مش عايز تنزل؟ ليه عايز تفضل قاعد هنا؟ لان انا لسه ما عملتش اي حاجه سنه، يعني دي مش حاجه سنه. ظروفي في البلد ما تسمعش، كانت صعبه الاول وحتى دوخت برضه صعب. انا سافرت عشان خاطر اساعد امي، اشوف مصلحتي، اشوف دنيتي، ابني بيتي، جوز اختي كده. يعني الظروف، يعني مصر ما تسمحش اللي ينزلها. يعني حاليا صعب العيشه فيها، كل حاجه يعني ولعت والعيشه فيها وحشه حاليا. والله يساعد الناس يعني اللي هناك، يعني والناس الكبيره الله يساعدهم. طب لو اديتك مثلا 20,000 يورو ما توافقش خالص انك ترجع؟ لا ما وافقش خالص ان انا ارجع، مستحيل ارجع. الورق استلمه، اشتغل شويه، اروح مصر اسلم على اشوف امي واجي راضي التاني. راضي التاني اشتغل بقى، اتعود على الدنيا، الشغل، اعمل ورق لامي اجيبها هنا، نعيش عيشه حلوه. جاي هنا بقد ايه؟ 13,000 يورو. لو انا اديتك ال 13,000 يورو ترجع تاني؟ لا، اللي انا شفته في الطريق اذا كان بورق، اذا كان سلمت ورق وكده هرجع. هي العيشة هنا حلوة وفي شغل وكل حاجة، بس الواحد برضه عايز يشوف أمه وكده يعني. طالما انت عايز تشوف امك انا هديك انا الفلوس وترجعك تاني. لا.